السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده هعمل لكم اساور الكنافه بالكريمه. طريقه سهله وبسيطه جدا، ده غير ان شكلها وطعمها احلى بكتير من الكنافه العاديه اللي متعودين نعملها. بس قبل ما ابدا، لو لسه اول مره تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديده. عندي نص كيلو كنافه، الكنافه البيضه العاديه، بس اهم حاجه تكون طازه عشان تعرفي تلفيها، لو بايتة مش هتعرفي تلفيها. وعندي نص كيلو من الكنافة الألوان. الكنافة دي موجودة في أماكن كتير جدا تتباع كده، ولو ما عندكيش ممكن تجيبي الكنافة البيضة العادية دي وتحطي عليها ألوان الطعام وتتلون معاكي وتبقى زي دي بالظبط. وعندي مكسرات، أي مكسرات عندك استخدميها. أنا عندي هنا لوز وعين الجمل، وعندي سمنة بلدي، وعندي فول سوداني على زبيب على جوز هند. هوسع المكان وهجيب الصينية اللي هعمل فيها الكنافة، وهاخد الكمية اللي انا عايزاها من الكنافة وهلفها. لو في عندك اي حاجة تديكي الشكل بتاع الاساور لفي عليها مفيش مشكلة، لكن انا هنا هلفها على ايدي. تمام كده. هعمل كمان واحدة. هعمل الكنافة الالوان بنفس الطريقة. لما بتكوني جايبة الكنافة طازة تعرفي تتحكمي فيها وتلفيها بالشكل اللي انت عايزاه، وبتكون سهلة معاكي. تمام كده. هعمل كمان واحدة.
ودي اخر واحدة هعملها، وهروح اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو، عشان ما اطولش عليكم. ودي كده الكنافة بعد ما لفيتها كلها. لفيها وظبطيها كويس، ولو في اي زيادات قصيها بالمقص. المهم انها في الاخر تطلع شكلها حلو. هضيف عليها بقى السمنة. السمنة دي سخنة. كتري عليها سمنة، ما تخافيش، السمنة البلدي بتدي طعم حلو جدا مع الكنافة. ودي كده الكنافة بعد ما وزعت عليها السمنة. زي ما انتوا شايفين كده. هاخدها بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد تقريبا ربع ساعة. انا هنا حشيت كام واحدة كده مكسرات، والباقي سبته فاضي زي ما هو. ودي كده الكنافة بعد ما طلعت من الفرن. هروح بقى اوزع عليها العسل. هبدأ اوزع عليها العسل. كتري عسل، انتي كده كده في الاخر بتحطيها في صفاية وبتنزل كل العسل الزيادة اللي بيبقى فيها. ودي كده الكنافة بعد ما وزعت عليها العسل. هاخدها بقى واحطها في صفاية عشان تصفي كل العسل الزيادة اللي فيها. ودي كده الكنافة بعد ما صفيتها من العسل الزيادة. هحشيها بقى بالكريمة. عندي هنا بقى كريمة الحلويات، كريم شانتيه، وهبدأ اوزعه عليها كده بالكيس الحلواني. لو انتي حابة تحطي فاكهة فيها حطي، مفيش مشكلة، اي نوع فاكهة عندك حطيه تحت الكريمة.
تمام كده. تمام كده. ودي كده الكنافة بعد ما حشيتها. الكنافة دي حلوة جدا، جربوها، وكمان شكلها حلو قوي. عندي بقى فستق هضيفه عليها. وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا اساور الكنافة بالكريمة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. صحتين وعافية، بحبكم في الله.